بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى أهله وأصحابه أجمعين، صلاة ترضى بها إلى يوم الدين. اللهم اغفر لي ولوالدين وللمؤمنين اللهم أمين. ازيكم حبايبي، عاملين ايه؟ وحشتوني والله العظيم. انا بقالي فترة ما نزلتش فيديوهات، بس والله ليا عذري معلش. قلت بقى انزل لكم فيديو خفيف كده، مشترياتي من السوق. يعني انا نزلت النهارده السوق، فاشتريت شويه مشتريات كده من الخضار والفاكهه والسمك. تعالوا بينا نشوف بالاسعار كده، تاخدوا بس لو فكره بسيطه كده على الاسعار. انا بحب انا كمشاهده بحب اشاهد الفيديوهات اللي زي ديت، وكل واحد وذوقه برضو. بحب اعرف الاسعار كل يوم، اسعار الخضار والفاكهه والاسماك وكده. فدي حاجه بسيطه، يعني ان انتوا تقدروا تستفيدوا برضو من الاسعار. تعالوا بينا نخش على الفيديو ونشوف هنبدأ الفيديو بإيه. انا النهارده جبت ده كيلو فلفل. الفلفل النهارده ب 12 جنيه، فلفل احمر. شايفين الفلفل الاحمر الجميل ده؟ وعندي انا اصلا عندي في التلاجة فلفل اخضر، فجبت الكمال، بس كترت من الفلفل الاحمر. جبت كيلو. جبت شطه شتيطه كده قرنين ثلاثه وجبت فلفل احمر واخضر كده، هو كيلو يعني. اما بالنسبه للطماطم، انا جبت طماطم النهارده. الطماطم النهارده بدات تشد شويه، الكيلو ب10 جنيه، بس طماطم حمراء بسم الله ما شاء الله اللهم بارك. جميله جدا. جبت 5 كيلو عشان عايزه اصلصل منها شويه، يعني فاهمين؟ انا بعمل على قد الاسبوع، يعني بجيب الطماطم، اسيب مثلا 2 كيلو للسلطه وكده، والباقي بعمله تسبيك او بسبكه. بينفعني جدا جدا. ده ربع كيلو ليمون، ده ب5 جنيه ليمون، يعني هو الربع كيلو ب4 جنيه، يعني الكيلو ب16 جنيه. الليمون غلى النهارده جدا برضه. البرنجان رخيص جدا النهارده في السوق، هو رخيص يعني. الكيلو ب5 جنيه، ارخص حاجه في السوق البرنجان بجميع انواعه يعني. البرنجان النهارده ب5 جنيه. الجزر النهارده اللهم بارك برضو ب10 جنيه، ده نص كيلو. جبت ايه تاني؟ جبت البطاطس دي، البطاطس الجديدة ال2 كيلو ب35، اللي انتوا شايفينها دي، الكبيرة شوية عنها يعني ترابلها كده برضو. الكيلو ب20 جنيه. انا جبت ال2 كيلو ب35، على اساس برضو اعملها اسلقها، اعملها في صينية بطاطس كده. انما مش هقليها، مش هقلي منها، لان لو قليت منها البطاطس لسه طالعة جديد وتشرب زيت، كمية زيت كتير. تعالوا بقى نشوف البصل النهاردة واسعاره. البصل احنا مش هنقول مجنونة يا قوطة، لا احنا هنقول مجنون يا بصل. النهاردة البصل ب30 جنيه الكيلو. الناس كلها في ذهول النهاردة من سعر البصل النهاردة ب30 جنيه. غالي جدا في السوق كله. ب30 جنيه. جبت قرنبيطة كده ب10 جنيه، كانت الولاد بتقول ب15، خلصتها منها على 10 جنيه. جبت هنا دي عجوة او كبيس، احنا بنقول عليها هنا كبيس. دي حلوة جدا، بحطها للمعجنات. عايزة اعمل شوية قرص كده بعجوة، حلوة جدا وطرية وفيها سمسم وحلوة جدا. جبت هنا بهارات، ده جنزبيل ودي بابريكا، دي ب5 ودي ب5. تمام. جبت ايه تاني؟ هقول لكم برضو على شويه دي طعميه من السوق، بنحب طعميه السوق قوي. هقول لكم برضو على الاسعار اللي انا سالت عليها في الخضار وما جبتهاش، لان عندي منها. طبعا دي لفت بتاع الحادق. الرابطه ديت ب5 جنيه، كتير جدا النهارده، وهو موجود بقاله يجي شهر اهوت في السوق وطري وحلو. انا بجيب منه كل اسبوع رابطه زي كده وبعملها، بتبقى حلوه جدا. دي ب5 جنيه. جبت هنا الخضار بتاعنا، جبت ربطة خاص ب5 جنيه، ما شاء الله الخس حلو قوي برضك. جبت ربطة بصل ب5 جنيه، هم 4 بصلات ب5 جنيه. البصل غالي، فعشان كده برضك هو اخضر غالي برضك. تمام. جبت هنا من الفاكهة كيلو الموز ب15 جنيه، انا جايبة 2 كيلو موز. الموز النهاردة بدأ يبقى كتير في السوق برضك. ايه تاني؟ الرمان كان ب20. هقول لكم برضك على اسعار الحاجات. الجوافة كانت ب20. ايه تاني؟ الكاكا كانت ب20 وب15. جبت هنا الكلامنتينا او السفندي. ده اسمه كلامنتينا. الكيلو ب10 جنيه. كان في منها كيلو وربع بس صغيرة شوية، انا جبتها حلوة ب10 جنيه. اما البرتقال ده كان الكيلو وربع ب10 جنيه، كان في منه كبير شوية ب10 جنيه، ده كيلو وربع، بس حلو جدا. مسكر قوي، يعني ما شاء الله البرتقال كتير جدا في السوق.
كيلو البسله هقول لكم برضو على الاسعار الخضار اللي سالت عليها. كيلو البسله النهارده ب25 جنيه. انا عندي بسله في الفريزر فعشان كده ما جبتش بسله، ما ابقى اخلص اللي عندي اجيب من الجديده. تمام. الفاصوليا ب15 جنيه، الكوسه ب15 جنيه. تمام. دي الاسعار اللي انا سالت عليها في السوق من الخضار. ودوت الخضار بتاعنا. طبعا انا عندي حاجات في التلاجة، فانا جبت اللي ناقص عندي فكملته النهارده من السوق. نزلت السوق واشتريت شويه المشتريات دولت من السوق. تمام. انما انا عندي الخيار من الحق الكيلو ب20 جنيه. انا عندي هنا في التلاجة من الاسبوع اللي فات وما رضيتش اجيبه عشان ما يبوظ. اما بالنسبه للسمك انا جايبه هنا دي سواردية، في ناس بتقول عليها قمره وفي ناس بتقول عليها سواردية. الكيلو منها ب70 جنيه. تمام. انا جبت هنا كيلو ونص، كان الراجل بيقول لي ب105، اديته 100 جنيه. قال لي خلاص تمام. السواردية ب70 جنيه، دي من المجمد، احنا بنقول عليها هنا سواردية وفي بلاد تانية بتقول عليها القمرة. تمام. جبتها النهاردة وقليتها يعني. زي ما انتم شايفين كده بيضة وحلوة، وكان طعمها جميل جدا في الاكل. ودي كانت مشترياتي. وقبل ما اختم معاكم ما تنسوش الدعاء لاخواتنا الفلسطينيين، اللهم انصرهم يا رب. واشفي مرضاهم وارحم شهدائنا في فلسطين يا رب العالمين. ودي كانت مشتريات، واقول لكم ايه في حفظ الله. متنسوش في اللايك يا جماعه والاشتراك عشان ترفعوا القناه شويه. القناه نايمه خالص لان انا بقالي فتره ما نزلتش فيديوهات فالقناه واقعه يعني. فمتنسوش في اللايك والاشتراك لو استفدتوا حاجه بسيطه. واقول لكم ايه في حفظ الله، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.